وبتشوف فيفيان شاشة بيشتغل فيها إعلان، وبتعرف إن دي مش أكاديمية لرعايتهم وإنها عيادة تجميل، وبيعملوا فيها عمليات بيغيروا فيها جلد العواجيز لجلد بنات شباب. وصوفيا بتروح تحكي للبنات اللي بيحصل لكن مش بيصدقوها. فيفيان بتيجي ومعاها بريكسل وبتقولهم انهم مش في اكاديمية زي ما عرفوهم، وانهم سابوهم بيهتموا ببشرتهم علشان يبيعوا جلدهم وبيسلخوهم زي الحيوانات. وبريكسل بتقولهم فات الاوان، وبيشوفوا على جلدها خياطة بيعرفوا ان ده مش شكلها وانها غيرت جلدها بواحدة منهم، وبيرموها في السجن. وبعدها بيروحوا يهربوا بس الانذار بيشتغل والحارس بيمنعهم، وفيفيان بتوقعه من فوق وبيموت. وبتروح هي وصوفيا في مكان مهجور يستخبوا، وبيروح الدكتور يتكلم مع فيفيان وبيقول لها تخرج معاه علشان يعالج صوفيا، لكن مش بترضى. فبيقول لها انه قعد 16 سنة مستني الوش ده ومش هيسيبهم بالسهولة دي. وفيفيان بتطلع مشرط وبتجرح وشها علشان تغيظه، والحراس